كيف ما شفنا في الحلقات السابقة أن العربي وصل واحد الخبر اللي صدمو لدرجة أنه سخف وما بقاش عاقل على راسو بسبب داك الخبر اللي سمع. وحتى جوجيا تصدمات فاش جاوبات على تليفونه. هنا غنعرفوا أن العربي عرف أن جوجيا بنته وغيواجهها وهي بطبيعة الحال غادي تنكر. والعربي غيعرف جوجيا علاش جات وشنو الهدف ديالها وأنها دارت الحاج بن سالم بطريق باش تحقق الهدف ديالها. من بعد غنشوفوا العربي غيسكت وما غيقول والو لفطومه، غيتسنى الوقت المناسب باش يخبر الحاج بن سالم، وغيحاول يتقرب من بنته جوجيا بزاف. وجوجيا غتكون واخده عليه نظره خايبه، وهي اصلا جات باش تعرف بزاف د الحوايج اللي ما خبرتهاش امها بهم. من نهار جات وهي كتشوف العربي غا ساكت ما كيدخل في حتى حاجه، غا بارك في الصاله وشاد التسبيح، جا هذاك الشيء في شكل. وغتحاول تقرب من كل واحد باش تعرف عليهم عن قرب، خصوصا ان الام ديالها ملي خبرتها على العربي قالت لها انه شخص مزيان، هو الوحيد اللي عاملها مزيان في ديك الدار، وان فطومه هي الشريره في ديك الدار. ولكن جوديا كتقول علاش الاب ديالها ما قلبش عليهم هاد المده كامله، وكتشوف ان حتى شيماء ومنير ما كيتجيهاش فيهم. شيماء عندها مشكل كبير مع راجلها والعربي ما في خبارو والو. هنا جوديا بغات تقرب من العربي بشوي بشوي، بغات تحطو في القهوه، ولكن بطبيعه الحال كيف ما شفتو ما وافقش، خاف من فطومه. ولكن من بعد ما عرف الحقيقه العربي غيولي يتقرب من جوجيا ويجلس معاها ويضحك معاها، ما غيخافش من فطومه. وفطومه غتلاحظ هادشي بطبيعه الحال وغتخاف، غتقول بلي السيده دارت بالحج حتى دارتو في جنابها ودابا كدور بالعربي. غيزيد يدخلها الشك فاش غتشوف العربي يتبدل وما بقاش كيدير لها الحساب، ولا كيتجاوب معاها كيدور فيها. هنا فطومه غتولي خايفه، حيتاش واخا فطومه كتبان ما كتحملش العربي وكدور فيه وكتعاملو بطريقه خايبه، ما غترضاش تنازل عليه لانها مازال كتبغيه. من بعد العربي غيقول جوجي انه موافق يقابل ليها القهوه ويعاونها في شغلاتها. كيف ما قلت لكم في الاول ان جوجيا واخده عليه نظره خايبه حيتاش ما عمرو دار شي محاوله باش يقلب عليهم. هنا العربي غيبدا يتعامل مع جوجيا كأب، غيوقف معاها ويدافع عليها من فطومه. وفطومه غتكون ميته بالخلعه وتقول زيزو ديري لي في جهدك باش تهنيني منها. من بعد غنشوفوا العربي غيكتشف حقيقه بلاره انها انسانه خايبه وكتحاول تاذي جوجيا، والعربي ما غيبقاش جالس كيتفرج بطبيعه الحال، حتى هو غيتحرك وغتولي عنده كلمته على قبل بنته وما غيسكتش على الظلم. وغيوقف حتى مع شيماء حيتاش حتى شيماء مظلومه وما كتلقاش لمن تشكا. كيف ما شفنا جوديا يلاه جات موراهم وتقربت منها وشيماء دارت بهدرتها. من بعد فطومه غتكتشف هادشي اللي دارت شيماء وما غيعجبهاش الحال. من بعد غيكونوا مشاكل، فطومه غتبغي تخلص من جوديا، العربي غيشوف ان الحاج بن سالم خاصو يعرف الحقيقه. هنا غنشوفوا ان العربي هو اللي غادي يقول للحاج بن سالم ان جوديا بنته، غيقول ليه بلي جوديا بنتي وبنت ديك المراه اللي كانت معاها شحال هادي ديك الخدامه. هنا الحاج بن سالم غيسكت ليه القلب لانها صدمه كبيره. غيكونوا بزاف الاحداث في الحلقات المقبله. في نظركم واش العربي عرف نيت ان جوديا بنته ولا وصلوا شي خبر اخر؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنسوش هادو كيبقاو غير توقعات، واللي عنده شي توقع اخر يخليه لينا في كومونتير. السلام عليكم، الى حلقه مقبله ان شاء الله.